مساء الفل عليكم. الحمد لله ماتش المغرب فوق الأردن خلص. بصراحة أنا كنت متوقع إن المغرب هتاخدها، رغم إن أنا كان نفسي الأردن. الأردن بصراحة عاملة ماتشات جامدة جدا، البطولة كلها عاملاها حلو وكانت تستحق، والماتش راح ورجع كذا مرة. بس أنا اللي طالع أتكلم عشانه مش إن أنا أبارك للمغرب وبس، أنا طالع أتكلم علينا. احنا ايه وضعنا؟ انا انا كراجل مصري دلوقتي نفسي او من حقي ان انا اشوف منتخب بلدي على الاقل بيحاول ينجح، لكن انا مش شايف محاولات. انت دلوقتي لو هتبص على الماتش مثلا زي ماتش النهائي ده، الاردن لعبت حلو جدا طول البطولة وتستحق تكسب وتستحق توصل للنهائي، بغض النظر بقى اتظلمت او ما اتظلمتش الجون اللي اتلغى ده. بس احنا دلوقتي لو بصيت هتلاقي ان مدرب الاردن مغربي ومدرب المغرب مغربي، واللعيبه المغاربه ما شاء الله ما شاء الله. اللعيبه دي على راي كابتن ابراهيم فايق منزل في نص الماتش بيقول لك اللعيبه بتاعه المغرب لو راحت كاس افريقيا ممكن تاخد البطوله. طب ايه؟ المغرب بالمنتخب التاني بتاعها وقادره ان هي تاخد البطوله. طب احنا بالمنتخب الاول مش عارفين نعمل حاجه. المنتخب الاول معانا صلاح ومعانا مرموش ومعانا مروان عطيه ومصطفى محمد والناس دي كلها ومش عارفين نكسب وبنلعب وحش، حتى الناس مش مبسوطه من الاداء. طب يا جماعه الموضوع حاسس ان هو بسيط، ما نشوف المغرب عملت ايه ونعمل زيها. المغرب فجأة طفرة حصلت ونطوا لفوق، بقى كل لعيبتهم محترفين. يا جماعة حريمات ده خد أحسن لاعب في البطولة. الواد ايه ده؟ الواد ده جامد جدا. الواد لمسته للكورة يخرب بيت كده، ده تقريبا من احلى نص ملعب اللي انا شفتهم في حياتي. ايه ده؟ الواد لمسته للكورة حلوة جدا. وفي الاخر ببص لقيته في الجيش الملكي عادي، وتلات ارباع الفرقة اساسا من الوداد ونهضة بركان. وفي الاخر حريمات ده خد احسن لاعب في البطولة وهو من الجيش الملكي عادي جدا طب امال احنا بنعمل كده ليه؟ ما هو ده معناه حاجة واحدة. يعني انا مش فاهم ايه المشكله، بس هي تقريبا كده مشكله فينا بقى، المشكله في المدرب نفسه. المدرب اللي بيجي ده بيبقى مدرب عتوه، انا اسف فدلوقتي وبعدين بقى احنا عايزين بقى مدرب يعرف يطلع اللعيبه بصوره حلوه. وبعدين يا جماعه احنا ما عندناش محترفين ليه؟ ما احنا عايزين نبص بقى، احنا ما عندناش محترفين ليه؟ والمحترفين اللي بره احنا ما نسمعش عنهم حاجه، في ناس كتير قوي احنا ما نسمعش عنهم حاجه. بس احنا عايزين بقى نبدا نطلع علشان نسمع. والله المفروض بجد يجبروا كل نادي على الاقل في قطاع الناشئين يطلع له اتنين او تلاتة، ويطلعهم حتة